ازاي ان احنا نشرب كويس سواء خلال شهر رمضان او خارج شهر رمضان؟ في شهر رمضان اهم شيء علشان نقدر ان احنا نشرب كويس ان احنا لازم ناخد طبعا برشام المعدة، سواء كنترولوك او نيكسيوم او مشتقاتهم. ده هيخلي المعدة تقدر ان هي تستقبل كمية اكبر من السوائل. بره شهر رمضان بقى وفي ايامنا العادية في كام نصيحة هيساعدوك جدا ان انت تزود قدرتك على الشرب. اول حاجة، انت ما تعتمدش على المية بشكل رئيسي. المية بالذات اول 3 او 4 شهور ممكن تحس ان كثافتها تقيلة، ان هي بتنزل بتوجع، ان هي يعني وانت بتشرب حاسس بصعوبة شوية في شرب المية بالذات. لكن لو غيرنا كثافة المية دي عن طريق ان احنا مثلا شربنا شوربة، شربنا اعشاب، ينسون، نعناع، كركديه، السوائل المختلفة، الشاي، الحاجات دي كلها هي برضو عبارة عن مية، برضو بتمد جسمك بالسوائل المطلوبة، لكنها كثافتها بتكون مختلفة، فانت بتلاحظ ان هي اسهل كتير في البلع. من الطرق التانية برضو ان احنا بنستعمل مواد منكهة زي مثلا زيت القرنفل. زيت القرنفل ده بيتباع عند العطار، بنحط نقطة أو 2 أو 3 على لتر مية ونسقعه جامد. من الحاجات برضه اللي بتسهل شرب المية والسوائل هي مية الورد. نفس طريقة وفكرة زيت القرنفل، بنحط نقطة أو 2 أو شوية على المية ونسقعها، بتلاقي الشرب بقى أسهل كتير. آخر حاجة من الناس جربتها من التجارب المنتشرة جدا بعد عمليات السمنة، إن احنا نشرب من خلال قلة بلدي. قلة بلدي بتاعت زمان نحط المية فيها، هي بتبدأ تغير من خصائص المية، فبتلاحظ ان المية بعد كده بقت اسهل كتير جدا في البلع. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان توصلكوا كل فيديوهاتنا.